متابعين الكرام، وجيتكم بفيديو جديد عمل طريقة المقلوبة، طريقة صحية بدون غلي، والنتيجة أفضل من الغلي إن شاء الله. هسه تشوفوها وتجربوها وتدعوا لي. هنا عندي بصلتين كبار، وهنا عندي باذنجان نقعته بمي وملح، وهنا عندي البوتيتا بكيفكم، كل الخضار بكيفكم. أنا سويت بوتيتين كبار، وهنا طماطيتين كبار، وهنا خاشوقتين معجون مليانات، وهنا البهارات بابريكا، ملح، فلفل اسود، ملعقه شاي، وهنا ملعقه شاي كركم، وماجيه مال لحم لانه راح اسوي مقلوبه لحم. وهنا عندي 3 قلاصات بسمتي منقوع مال 6 نفرات، وهنا عندي لحم خليت له ورقار، وخليت له بصره وهيل، وغسلته غسل زين، وبعدين من تطلع الزفره نشيلها. وهنا عندي فلفلايه كبيره. راح اخلي اللحم على النار واشوفكم النتيجه. عندي كاسه الشعريه هالحجم، وشويه بازاليا. وهنا عندي جيتكم هسه بعد ما اللحم استوى، بس ما خليته ينمرق لان بعد وراي استوى ويا المقلوبه. هنا خليت خاشوقه زيت، بس احب شويه احمس اللحم شويه هيك، اعطيه حمسه بسيطه، واحمس المعجون، واروح انه اصفط الخضار بدون غلي، اصفطهم هم نيين، بس اللحم شوي اعطيه حمسه بسيطه هو، واطلعه. حمست اللحم هيك حمسه بسيطه، هم احمس المعجون شويه حمسه بسيطه شويه هيك. ونروح نصفط الخضار واشوفكم النتيجه. الرحمن الرحيم. وهنا خليت كميه زيت، انتم بكيفكم ايش قد ما تحبون تخلون. خليت طبقه بوتيتا، لازم طبقه بوتيتا مو باذنجان، لان الباذنجان ما مغلي هو راح يسود، فلازم اخلي بوتيتا، واخلي هيك داير مدايرها فلفل على الاطراف. راح اكمل تصفيطها واشوفكم. خليت الجدر على الطباخ. ايش اخذ من ميه تشريب، اخلي فوق هذا المعجون اللي حمسته فد مغرفتين، حتى شنو يستوي الخضار عندي. واخفض المعجون، اخفض المعجون جيدا حتى احطه على الخضار على مود الخضار يستوي قبل لا احط التمن. هسه اشوفكم الطرق، يعني حتى يعني هذا اقتصادي، حتى ما تركبين التمن وحد وتغلين الخضار على ذيك الطريقه القديمه، وهذه هذا رأسا. طبقت المعجون اخليه على الخضار، حتى ربع ساعه شويه يتذبل الخضار. يلا اجي احط التمن شويه، احط له بعد شويه مي، اخليه شويه يذبل الخضار. هسه بعد ما شويه ذبل الخضار، اخذ تقريبا نص ساعه الا شويه، وخليت له رشه ملح. واكد عليه كان البوتيتا هي اللي لازم تتصفط بالجدر قبل اي شيء، لانه اذا طماطه او اي شيء راح يحترق، فلازم البوتيتا اول شيء. قويه البوتيتا وتحب الستو اكثر من اي شيء بهذا الخضار. هسه الرشه مال شعريه حمستها بس ما ستوتها بعد هنيه. هنا نخلي رشه البازاليا، شويه تمن منقع تمام. بخلي اعدلها، خلي البهارات والملح والماجي كله خليه سوا. اعطيه تقريبا
قبل لا اخلي المي. هنا عندي المي مالت اللحم. اخذت قياس التمن 3 قلاصات، اخذت قياس 3 قلاصات. بس اخلي لايلون، اي لايلون نظيف، اي لايلون نظيف. يعني استوني خليت المي وراح اخلي اللايلون، لان عندي التمن راح يصير لي فوق، فلازم البخار يستوى. اذا حسيت بعدين ورا ما ينشف وحسيته ما مستوي شويه، تقدروا تخلوا له شويه مي بعد، تكملوه شويه بس هو يستوي. تابعوا. هسه راح اشوف انا خليت ال3 قلاصات وخليت له اللايلون، وراح المي نشف نصه على مود يتهدر التمن. نغطي عليه. بعد ما حسيت نشف شويه المي مالته، اجي اباوعه. شوفوا شلون نشف. هسه شنو اتركه يتهدر. فانا دا احس هسه يعني استوى، بس شوي يتهدر نشوفكم النتيجه الاخيره ان شاء الله. هنا جيت عليه لقيت الحبايه ما مستويه، ضفت له نص قلاص مي، وراح ارجع اغطي عليه الى ان يستوي، يعني اذوقه مستوي التمناي من فوق، يلا اطفي عليه. بعد ما رفعنا الجدر، اللهم صل على محمد وآل محمد، الريحه تخبل. وهاي النتيجة الأخيرة إن شاء الله. شوفوا الشكل، شوفوا الجمال. ولا ما أقول لكم عن الريحة، لا تقلاه ولا تركبون تمن منه وتحطوا منه رأسة، كله بجدر واحد والنتيجة تخبل. وسهمكم العافية.